بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنت مدير أو صاحب شركة، مهم جدًا، جدًا، جدًا إن أنت تتعامل مع الteam بتاعك والناس اللي بتreport ليك، الناس اللي شغّالة تحتيك، تحت إيديك، تحت سُلطتك، تتعامل معاهم كويس جدًا، 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 لإني لاحظت إن في مديرين كتير وأصحاب شركة على طول بيزعّقوا، وفي ناس بتتعدّى حدودها وفي ناس بتقِل أدبها، طبعًا الموضوع ده بيبقى تأثيره السلبي على الناس بيبقى وِحِش جدًا، لإن أنت وأنت بتتعامل مع الناس، أنت بتتعامل مع ناس شغّالة معاك، فأنت مهم جدًا بالنسبة لك إن الناس دي تنجح، لإن نجاحهم من نجاحك، بس في ناس ما بتفهمش الموضوع ده، وفي ناس كده سمعت منها يعني اللي هو ما أنا ما ينفعش أتعامل معاه كويس لا يحس بنَفْسه، لا يطلب منّي حاجة، الكلام ده كلام مش صح خالص يعني، يعني لو حد بيشتغل كويس ليه ما أقولوش أنت بتشتغل كويس، ليه ما أقدّروش، فين الappreciation؟ لازم الحاجات دي تبقى موجودة لإن ده اللي بيخلّي المكان أقوى، بيبقى صعب جدًا اختراقه، إن أنت تempower الناس اللي تحتيك، إن أنت تدّي لهم دفعة، إن أنت لمّا تشوف حد عامل فيهم شغل كويس تقول له الشغل ده كويس. إن لو عامل حاجة أنت ما تعرفهاش روح قُل له علّمني، إيه المشكلة يعني مش عادي على فكرة يعني عادي كُلّنا بنتعلّم من بعض، حتى لو أنت صاحب الشركة اتعلّم من الناس اللي تحتك، إيه المشكلة يعني؟ فمهم جدًا إن أنت تفهم إن نجاحك هو نجاح الناس اللي تحتك، مش نجاحك أنت، هو الموضوع مش فردي، في الشغل الموضوع جماعي، لازم يبقى في حاجة اسمها teamwork. فادّوا للناس حقّها في الشكر والتقدير، ما تخلّيهمش يحسّوا إن هُم رايحين الشغل ده مكان إن هُم رايحين يتعذّبوا، آآ وافتكر دايمًا اللي ربنا قاله: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضّوا من حولك." فربنا بيقول إن لازم يبقى قلبك لَيِّن، لازم يبقى تعاملك فيه سلاسة، وتخلّي الناس وهي بتتعامل معاك وبتشتغل معاك، هي حابة إن هي تشتغل معاك عشان هي مرتاحة نفسيًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.